أهلا بكم في حلقة جديدة من الكرة مع زيكو وتحليل للقاء القمة اللي منتهي فورا بفوز نادي الزمالك بهدفي لهدف واحد. الزمالك أحرز له سيف الدين الجزيري هدفين مقابل هدف النادي الأهلي أحرزه أحمد عبد القادر. اللقاء فيه تفاصيل كتيرة جدا 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 جدا، قول مطرح ما تقول قول. اللقاء فيه شغل غير متوقع وغير محدش تخيله عقل من مارسيل كولر مقابل واقعيه من جوميز، عشان بس نكون واقعيين مع بعض. جوميز بدأ بنفس تشكيل ماتش الاتحاد اللي انا قلت امبارح هيعمله، بس هو عمل حاجه واحده بس، سحب سامسونج ونزل سيف الدين الجزيري. هو ماتش النهارده كان بيلعب بعواد، فتوح، حسام عبد المجيد، المسلوسي، عمر جابر، دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، احمد حمدي، زيزو، سيف الدين الجزيري. في المقابل لو انا مارسيل كولر بقول لك اعمل تشكيل عشان تكسب بيه نادي الزمالك، او تعالى يا جوميز يا مدرب الزمالك اعمل تشكيل عشان تكسب بيه الاهلي، اقول لك مفيش احسن من التشكيل اللي كولر بدأ بيه المباراه. وكأن كولر مباراه القمه لا تعنيه، بيفكر في ماتش موقعة لومباتشي يوم السبت الجاي. فجه النهارده بيلعب لي شوبير، معلول، عبد المنعم، ربيعه، محمد هاني، ندفد، كوكا، قفشه، طاهر، موديست، وعمر كمال. تشكيل غريب. طب انا ده فاهم بتلعب محمد هاني وعمر كمال عشان الجبهه بتاعت احمد فتوح تقفل عليه، ماشي. عايز تحط اتنين قصاد بعض، اتنين باكات قصاد بعض، تقفل الجبهه ديت عشان بيرسي تاو مش موجود وما عندكش واحد بيقدر على الجهه اليمين، ماشي. لكن ندفد، يعني ندفد ليه؟ يعني راجل من ماتش الكاس ما لعبش كوره، بعيد خالص، ان جايبه من ضل النار تحطه. قفشه بينزل اخر ربع ساعه بيحرك الفرقه ومميز في الحته دي، بيتلعب اول ماتش. طاهر، ازاي طاهر واحنا عارفين مستوى طاهر وانت قاعد بره رضا سليم؟ طب ليه الكلام ده كله؟ طبعا اول 25 دقيقه من اللقاء كان سيطره متبادله بين الاثنين، الاهلي بيلعب ضغط عالي، فالضغط عالي عمر كمال ومحمد هاني بيضغط على احمد فتوح، وكان بيدفد مع عبد الله السعيد لغايه لما كريم ندفد بقى خد الانذار، ودي نقطه التحول. في المقابل في الدقيقه 17 وهنتكلم على ابراهيم نور الدين في حاجات معينه كده في اللقاء كده هنتكلم عليها، وكان للفرقتين مش لفرقه واحده عشان نكون اكثر حياديه. يعني اللي اتكلم على ابراهيم نور الدين اتكلم على الاثنين. في الدقيقه 17 زيزو بيصاب وبيخش مكان الاوغندي موتيبا، والفاول اللي اتحسبت لا فاول ولا اي حاجه خالص، هو رمى بقى عشان الكوره، بس هو داس على رجل زيزو عشان يكونوا واقعين مع بعض، فهي المفروض تكون فاول. ابراهيم نور الدين عداه، هي المفروض هو شال الكوره لكن داس على رجله، هو بيشيل الكوره داس على رجله، فهي المفروض حاسب فاول. دي غلطه من ابراهيم نور الدين عشان نكون اكثر حياديه، فدي غلطه. فالماتش لغايه دقيقه 24 الاهلي مسيطر الى حد ما، لكن سيطره بدون فعاليه وبدون واقعيه. في المقابل بقى الضغط اتقلب لنادي الزمالك بقى نص الشوط الاولاني. ليه بقى؟ لان هو لعب بقى احمد حمدي، لعبه جنب دونجا شويه، وبدا يطلع عبد الله السعيد عشان يسحب لما ندفد خد الانذار فخاف، فلعب عبد الله السعيد في ظهر كريم ندفد، بدات المساحات تبقى موجوده، وبدا الزمالك يضغط لقدام، فبدا بقى العيوب تظهر بقى في الاستلام بقى. ما هو الاهلي كان بيستلم على اول 24 دقيقه، العيوب تظهر في الاستلام في مين بقى؟ في ندفد ما بيعرفش يستلم كوره، في طاهر طبعا ما بيعرفش يستلم كوره، ما بيطلعش معاه يساند، محمد هاني وعمر كمال خلاص الضغط عليهم، ما عادش هو بيضغط على احمد فتوح. كل ده خلى الزمالك يضغط لغايه لما جه الجول في الدقيقه 44 من الشوط الاولاني. هو كان بصراحه كان الزمالك يستحق يجيب جول الشوط الاولاني عشان نكون مع بعض، نكون اكثر واقعيه مع بعض. الجول جاي من خطا، من تمركز من محمد عبد المنعم اللي عليه مليون علامه استفهام في مستواه، والنهارده واضح جدا. وطبعا خطا من رامي ربيعه، حتى لما شوبير صد الكوره جت لسيف الدين الجزيري، طب غطي يا ربيعه، ما غطاش رامي ربيعه. ف 45 دقيقه الاخ كولر بيفتكس. يعني انت بتلعب بتشكيل، وانت جربت قبل كده يعني الموضوع ده، جربت ندفد في ماتش الكاس، وجربت يعني حاجات، والظاهر جربته موليست ايه اللي انت بتلعبه. يعني مش فاهم انا والله.
فكل ده ما فيش خالص. يعني انت فاقد نيدفيد، فاقد طاهر، فاقد موديس، فاقد حتى دور قفشه. يعني 4 لعيبه في اللقاء مش موجودين، فاقد جبهه يمنى ضايعه. كل ده انت فاقده. فدي تعمل ايه بقى؟ بتلحق نفسك. فبتعمل تغييرات في الشوط الثاني، بتنزل رضا سليم وعمر السوليه ووسام مكان طاهر ونيدفيد وايه وموديست. الزمالك طبعا تغيير تاني اضطراري، نزل مصطفى الزناري مكان احمد فتوح، ولعب عمر جابر مكان احمد فتوح، وجه الزناري مكان عمر جابر. ده راح باك شمال وده جه باك يمين. طيب الشوط الثاني مفيش فيه اي حاجه خالص، لا شيء من الاهلي برضه. ليه؟ لان هو فاقد الجبهه اليمين. الزمالك بيدافع. طبعا حصل تمثيليه سيف الدين الجزيري مع محمد عبد المنعم طبعا، وبعد كده ضربه الجزاء اللي اتلغت. طبعا دي طبعا ضربه جزاء ملغيه صحيحه بعد ما رجع للفار، هم صفر على طول تيك. يعني المفروض انت عارف ده بيمثل وده لعيب ممثل سيف الدين الجزيري، فالمفروض انت تشوف الاول قرار الفار ايه. انت صفرت بلانتي ورجعت شفتها لقيت رامي ربيعه مطلعته برجليه. اللي حصل ان حصل تغيير في الدقيقه 64، ونتكلم بقى على جوميز بقى هنا بيدي الماتش الاهلي وهو كسبان 1-0. يعني هو جوميز كده بيدي الماتش الاهلي والنتيجه 1-0 بالتغييرات اللي عملها. عشان بس نكون واقعيين، ده مدير ارتكب اخطاء فنيه فخسر الماتش، وده مدير ارتكب اخطاء فنيه بس كسب الماتش. يعني التاني ارتكبوا اخطاء فنيه. فاخ جوميز قام لقى محمد شحات وسيب الدين نيمار وطلع 2 لعيبه كوره بيعرفوا يمسكوا الكوره ويقفوا عليها. الكلام ده كله عبد الله السعيد واحمد حمدي. فانت بتطلع 2 لعيبه كوره، فبتسلم وسط الملعب للنادي الاهلي تاني. فيبدا الاهلي يقوم مغير في الدقيقه 70 احمد عبد القادر يخش مكان محمد هاني. تتوالى الفرص بقى للنادي الاهلي. نعد كده: رضا سليم في الدقيقه 71، بعد كده احمد عبد القادر بعدها بدقيقه بيحط الهدف التعادل، بعد كده رضا سليم تاني في الدقيقه 73، وسام في الدقيقه 74، احمد عبد القادر 78، السوليه في الدقيقه 82. يعني بعد جول احمد عبد القادر في 4 فرص لنادي الزمالك. النادي الاهلي عفوا كان المفروض الاهلي يتقدم 2-1. ومعلش يا مؤاخذه في الكلمه كده، كل الناس قاعده بتتفرج على المباراه بعد جول احمد عبد القادر مستنيه الاهلي يحط الجول الثاني، حتى الزملكاويه، وكلنا قاعدين مستنيين مهيئين الاهلي هيحط الجول الثاني عشان بس يكون ليه؟ لان كولر بقى ايه؟ معدل بقى اللعب. ليه بقى؟ خلاص راح باك يمين وعبد القادر جه شمال، وخلاص بقى السوليه مع قفشه مع كوكا في وسط الملعب. الفرقه اتظبطت ووسام قدام، بقى في ده الشكل الطبيعي للفريق النادي الاهلي. في المقابل مدرب الزمالك بيعمل اخطاء كارثيه في التغييرات، وربنا استر معاه. مشت معاه بلالايكا كده عشان نكون بس واضحين مع بعض. مدرب الزمالك مشت معاه بلالايكا. ليه؟ لان بيخرج لعيبه كوره عبد الله السعيد واحمد حمدي. انت حظك حلو الاهلي ما حطش الثاني، كنت النهارده علقوك في 100 عقبه النهارده. خلاص، وجيت عملت تغيير انيل منه، قمت انت منزل السيف فاروق جعفر وطلعت ناصر ماهر. يعني ال3 لعيبه كوره اللي عندك بتطلعهم في نادي الزمالك. فطبعا انت بتتكلم في ايه؟ يعني انت كمدير فني نادي الزمالك انت بتعمل ايه؟ انت بتطلع 3 لعيبه كوره بتلعب بتدافع. اي حد يقول لك ايه؟ بيدافع. ما هو محمد شحاته مدافع، ودول معاه مدافع، وسيف فاروق جعفر مدافع، 3 ديفندر مركز 6 ما بيلعبش قدام الا موتيبا طبعا لا حول ولا قوه، ونكسف الدين الجزيري قدام، ونيمار. يعني ال3 حتى ما يجيبوش ما يعملوش حاجه قدام. ويجي هدف برضك باخطاء من دفاع الاهلي المتكرره في الدقيقه 86، كوره بتنط ما اعرفش ايه دربكه هوب تيجي جون 86 ماتش انتهى. طبعا يجي كولر تغيير متاخر. يعني التغيير بتاع الكهرباء ده المفروض يتعمل بعد جون احمد عبد القادر في الدقيقه 72. المفروض ده التغيير ده ينزل في الدقيقه مثلا 80. بقى بتضغط، ما هو الراجل بيدافع. يعني الراجل بيقول لك في الدقيقه 80 بينزل لك سيف فاروق جعفر وبيسحب ناصر ماهر. خلاص خط وسط الزمالك فضى خلاص، والهجوم فضى خلاص، انت عازل. فالعب بقى بواحد قدام، يبقى انت ب2 سترايكر قدام تاخد الماتش.
لكن في ده بتاع تغيير متاخر، وده غلطه كوره الرابعه الثالثه ولا الرابعه، وتقوم انت منزل كهربا مكان كوكا. طبعا الماتش عدى وفات بعد ما النادي الزمالك بيخبي الكوره في الملعب. والاستاذ الحكم بتاعنا الاستاذ نور الدين بسم الله ما شاء الله عليه ما يحسبش لا 6 دقايق وقت بدل ضايع، وسايب الكوره تطلع بره والكوره بتتخبى والكلام ده كله. كان بنلعب في موزمبيق. طب انت شفت الكوره بتستخبى في 6 دقايق وقت بدل ضايع، استخبت 3 4 دقايق. فين بقى الوقت الزياده؟ وازاي بتحس؟ يعني انا جيت حسبت لك التغييرات في الشوط الثاني عشان بس نكون واصلين مع بعض. ده جونين، 3 اجوان في 3 اجوان ب 150 بدقيقه ونص. وعندك هنا هو الاهلي غير 5 تغييرات، كل تغيير بنص دقيقه. دخلنا لوحدنا كده في 5 في 2 ب 2.5 ودقيقه ونص. دخلنا في كام؟ في 6 دقايق او في 4 دقايق. الزمالك غير 5 زيهم بيرضك ب 2.5، ادي 6.5، يعني 6 دقايق ونص في التغييرات والهدفين. والوقت الضايع بقى في الماتش، يعني انت كحكم الوقت الضايع في الماتش ايه؟ كام؟ طيب الجون التاني بتاع الزمالك ده، عشان نكون برضك بننصف نفسنا، انت ما رحتش للفار ليه؟ الراجل رافع رجله فوق رصيف الدين الجزيري في الاول، وخبطت في عمر كمال ووقع، والتاني اللي طلع برضك بقى في عبد المنعم ووقع. ما هو المفروض انت صفرت. طب الفار بقى راجع، طب انا اعمل بقى واروح ابص عليها اشوف بقى، يعني شوف الدنيا دي ماشيه ازاي. انت وانت جاي في الدقيقه بعد ال6 دقايق و22 ثانيه وتقوم مصفر، يعني بتصفر ازاي؟ يعني ليه يعني؟ طبعا قناه مودرن سبورت طبعا مطلعه سيب الدين الجزائري الاجنبي وسجل هدفين ماتش القمه. ده طبعا ده غلط، يعني دي معلومه خطا. فلافيو حط جولين مع بعض في ماتش القمه بتاع 2-1. كل الماتش كان في اول يوم العيد. ف وكان عيد ميلاد فلافيو بالمره، يعني عشان بس احنا على الهوا كده. يعني هو بيقولوا حاجات كده معلومات خطا كده في اون سبورت. فانت كحكم انت بتحسب ازاي؟ تعالى بقى انت مثلا في كره زيزو دي ورامي ربيعه ما فيش فيها فاول. كذا كوره في وسط الملعب كده بتمشيها سواء للاهلي او للزمالك. ايه يعني؟ فين انت بتتكلم في ايه؟ الكوره بتاعت علي معلول مع موتيبا فاول صريحه ومشيتها. برضك كوره هناك برضك لعمر كمال برضك ومشيتها. كوره في وسط الملعب لناصر ماهر ومشيتها. يعني انت بتحاول توزن. ما هو التحكيم يا جماعه ما يبقاش بالطريقه دي. يعني لو بنحكم كده ما يبقاش بالطريقه دي. وما ينفعش ان انت بتحسب 6 دقايق بدل ضايع واحنا عندنا 5 تغيير. يعني نقول كده الاهلي مغير ادي احمد عبد القادر تغيير، وكوكا ورضا سليم تغيير، وعندك الزمالك مغير لوحده 3. دي 5 تغييرات و3 اجوان ولا جونين. فانت بتتكلم في 7 تغيير في 7 في 2.5 3 دقايق ونص غير وقت بدل الضايع غير تخبيه الكور الكلام ده كله. انت على الاقل تحسب 10 دقايق وقت بدل ضايع. والشوط الاولاني 4 دقايق برضك المفروض تحسب اكتر من كده. يعني واحد زيزو وقع ذات نفسه في تغييره، وجون سيف الجزيري وقع له مرتين او 3 مرات زيزو، وفي الاخر حسبت 4 دقايق. المفروض تحسب حتى 6 دقايق 7 دقايق، ما حسبتش. دي كده وقت بدل الضايع، والصفاره بطيئه وقعدت تضحك والكلام ده كله. واديك مثال، انت جاي بتدي كلمه انذار. طيب المفروض طب ما هو عمل كوره مع عبد الله السعيد المفروض ياخد انذار التاني والطرد لو احنا بنتكلم بقى يعني بكل اقصى حياديه. فالاستاذ ابراهيم نور الدين برضك هو كان في حاجه كده برضك عايز يبوظ الماتش، مش عايز هو يلعب. كلمه اخيره لمجلس اداره النادي الاهلي عشان بس نقفل الحلقه. كولر من اول الموسم وعليه عميه علامه استفهام، سواء في استبعاده للقندوسي، استبعاده لبعض اللعيبه. احمد عبد القادر كان مديله وش خشب برضه الكلام ده كله. سلام حافظ طبعا الموضوع بتاعه. ما فيش سامي مصطفى مش على الدكه. خالد بيبو لا حول ولا قوه. الاهلي ما لعبش كوره السنه دي بصله الا في كاس العالم للانديه اللي كان في السعوديه عشان نكون صحيحين مع بعض. والاهلي مقبل على مدعكه. ماتش مازيمبي اللي جاي، ماتشين مازيمبي ورا بعض غير ماتشات الدوري غير بقيه ماتشات اللي في الكاس ولا في الكلام ده كله. فالاهلي مقبل على مدعكه كرويه. اذا استمر حال كولر كده فيا ريت نشوف هل هو هيكمل ولا هيبقى الوضع ايه. لان انا شايف كده ان منحنى اداء النادي الاهلي بينزل، وكمان اللعيبه في
على وجوههم كده في علامات من يعني الضيق والامتعاص. يعني انت النهارده كريم فؤاد بتستبعده وانت كنت محتوي جدا في الجنب اليمين، كان نفعنا والله. حاجات كتير جدا. طبعا موضوع كريستو ده كبير، الكلام ده كله، القصص دي كلها. فلازم مجلس اداره النادي الاهلي يقف مع كولر ويعمل معاه جلسه، يشوف الراجل ده دماغه رايحه فين وسحال فين، هنشوف الدنيا ماشيه ازاي. اخيرا الف مبروك لنادي الزمالك، ولكنه وانا بقول اهوت ولاحظوا كلامي وافتكروا الحته ديت وهشيرها لكم، ده فوز خادع. مدرب نادي الزمالك مدرب لا يليق بحجم نادي الزمالك برغم الفوز. شكرا لكم والى اللقاءات اخرى في حلقات جديده من الكرة مع زيكو.